الراجل اللي قلب سوريا، اللي قدر انه يخلي بشار الاسد يهرب قدامه زي الفئران. مين هو احمد الشرع، او زي ما بيتقال عليه ابو محمد الجولاني؟ تعالوا كده مع بعض نعرف قصته من البدايه. انا ميدو جبريل ودي قناتكم لوتوبيا، وبدون اي مقدمات يلا نبدا حلقه النهارده. بعد فترة صغيرة من قيام الثورة السورية في سنة 2011 كان في اجتماع بين جبهة النصرة وصقور الشام ولواء الإسلام وغيرهم من الفصائل المسلحة، وأثناء الاجتماع ده بيتفاجئوا براجل ملثم داخل عليهم رافض إنه يكشف عن شخصيته، وساعتها قادة جبهة النصرة بيقدموه لكل اللي قاعدين على إن اسمه أبو محمد الجولاني. أبو محمد الجولاني الشخص اللي كان دايما محافظ على غموضه وسريته، فدايما اسم ابو محمد الجولاني كان واحد من اكتر الاسامي المثيره للجدل. ما تفهمش هو تبع مين ولا مع مين ضد مين. فمثلا في الوقت اللي كله كان مفكر ان ابو محمد الجولاني تبع تنظيم داعش، بيطلع تنظيم داعش نفسه بيان سنه 2013 يكفر فيه ابو محمد الجولاني، وده تم بالتزامن مع بيان طلعته الحكومه الامريكيه قالت فيه ان ابو محمد الجولاني تم وضع اسمه على قوائم الارهاب. مش بس كده، لا، دي اعلنت في بيانها ان تم وضع مكافأة 10 مليون دولار لاي حد ممكن يدلي بمعلومة تفيد في القبض على ابو محمد الجولاني. مين هو الراجل ده وازاي قدر انه يدير حرب شرسة بالشكل ده ويقود تحالفات قدر بالتحالفات دي ان يقلب بيها سوريا في يوم وليلة؟ يوم 27 نوفمبر بنتفاجئ كلنا بمجموعة من الفصائل المسلحة بتشن هجوم شرس جدا على ريف مدينة حلب، وبنتفاجئ برضو ان الهجوم ده بينتهي بشكل سريع جدا، وبتكون النتيجة ان الفصائل المسلحة دي بتهرب من قدامها قوات بشار الاسد وبتقدر انها تسيطر على مدينة حلب بالكامل. ويظهر من خلف الستار الراجل ده للمرة الثانية ابو محمد الجولاني، بس المرة دي بيظهر من جوه غرفة او مركز قيادة العمليات العسكرية، بيدير المعركة وبيدي الاوامر والتعليمات للقوات اللي موجودة على الارض. اسمه الحقيقي هو احمد حسين الشرع، وليه اسم تاني وهو اسامة العبسي زي ما قالت بعض المصادر، ويمكن يكون ليه اسم ثالث ورابع وخامس ومحدش يعرفهم. اما اسم ابو محمد الجولاني هو اسم بيدل على انتمائه لهضبة الجولان السورية. اتولد ابو محمد الجولاني سنة 1982 في مدينة الرياض في السعودية، الاب سوري الجنسية وابوه بيشتغل مهندس بترول، بس في مصادر تانية بتقول انه اتولد في دير الزور في سوريا، وسافر بعدها على الرياض وتربى الجولاني وسط اسرة بسيطة معتدلة فكريا. ما تدلش ابدا على ان الراجل ده ممكن يكون ايه بعد كده. بس بعد عودة اسرة الجولاني لسوريا بينتقل الجولاني لمدينة ادلب عشان يكمل دراسته، وبالفعل ابو محمد الجولاني بيلتحق عشان يبقى طالب في كلية الطب، وكانت اموره ماشية عادي جدا، فما كانش فيه اي حاجة ملفتة على شخصية الجولاني لحد ما تيجي السنة اللي هيتغير فيها كل حاجة، وهي لحظة غزو امريكا للعراق في سنة 2003. فساب محمد دراسة الطب عشان يشيل سلاحه ويطلع على العراق، ومفيش اي حد عارف ايه سر الخطوة دي في حياة الشاب اللي كانت ماشية بشكل طبيعي جدا. بس في بعض المصادر بتقول انه اتأثر بخطب الشيخ محمد أغاسي والمعروف بأبي القعقاع السوري، واللي كان دايما بينادي بالجهاد ضد الغزو الامريكي في العراق، وده كان بيتم بمسجد الايمان شمال حلب. وبسبب الخراب اللي عملته امريكا اثناء غزو العراق بيقرر محمد الجولاني بعد ايمانه الشديد بخطب ودعوات ابي القعقاع انه ينضم لتنظيم القاعده في العراق. وبعد انضمامه لتنظيم القاعده بيلاقي محمد الجولاني نفسه مقرب وبشده لواحد من اكبر قاده تنظيم القاعده، وهو ابي مسعد الزرقاوي. وعلاقه الجولاني بالزرقاوي ما كانتش علاقه بين مجرد جندي في التنظيم وقائد، لا، دي كانت هي البدايه لصعود محمد الجولاني في القياده. فبسبب العلاقه دي قدر محمد الجولاني انه يترقى بسرعه وسط قاده التنظيم، تقدروا تقولوا كده بقى ليه مكانه كبيره وواحد من الصفوه جوه التنظيم، لحد ما بيتم اغتيال الزرقاوي في غارة أمريكية سنة 2006. وساعتها بيتم تكليف محمد الجولاني بمهمة جديدة، فمن العراق للبنان، فكان مسؤول عن تدريب فصيلة جند الشام، والفصيلة دي هي تعتبر امتداد لتنظيم القاعدة في لبنان، ويخلص مهمته ويرجع على العراق مرة تانية. لكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فأول ما رجع العراق بيتم القبض عليه ويتم اعتقاله في معسكر بوكا الأمريكي. وجوه السجن الجولاني ما كانش مسجون عادي كده، لا، فكان دايما بيستغل الوقت اللي مسجون فيه في أكتر من نشاط، منها مثلا إنه كان بيعلم المساجين اللغة العربية الفصحى، وده طبعا عشان يقدر يكتسب من خلاله علاقات جديدة في صفوف المجاهدين، لحد ما بيتم الإفراج عن الجولاني في سنة 2008، وبيرجع الجولاني عشان يلعب دور وأكبر بكتير من اللي لعبه قبل كده. فمع بداية الثورة السورية في سنة 2011 بيلاقي الجولاني إن رجوعه لسوريا في الوقت ده طبعا هيكون فرصة من ذهب ليه، وبالفعل بيرجع على طول، وبسرعة شديدة بيقدر الجولاني إنه يشكل جبهة النصرة.
النصرة، واللي تعتبر هي فرع تنظيم القاعدة بس في سوريا. وهنا اختلفت الأقاويل والمصادر، هل رجوع الجولاني وتشكيله لجبهة النصرة هو كان قرار شخصي ليه ولا كان تكليف من قياداته في تنظيم القاعدة؟ مش مهم، بس الأكيد والمهم انه قدر يحول جبهة النصرة من تنظيم متطرف او تنظيم مسلح لقوة عسكرية لا يستهان بها. وطبعا جبهة النصرة كانت بتتلقى الدعم من تنظيم القاعدة، ومن ساعتها محمد الجولاني شهرته وسط التنظيمات المسلحة او ما تسمى بتنظيمات الاسلام السياسي بدأت تزيد، لحد ما بيجي يوم محمد الجولاني بيتلقى فيه دعوة من ابي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش. مضمون الدعوة دي ان ابو بكر البغدادي كان عايز يضم محمد الجولاني بتنظيمه جبهة النصرة عشان يبقى جبهة النصرة بقيادة محمد الجولاني هو احد تنظيمات داعش. لكن ابو محمد الجولاني قابل طلب ابو بكر البغدادي بالرفض. ده بقى اللي اشعل الشرارة او نقدر نقول اشعل النار بين التنظيمين، والنار او المواجهات اللي حصلت بين جبهة النصرة وداعش خسر بسببها الجولاني عدد كبير جدا من المقاتلين بتوعه، ده غير الاراضي المليانة بترول اللي كانت بتسيطر عليها جبهة النصر، واللي كانت بتشكل احد الركائز الاساسية للتمويل، واللي قدر تنظيم داعش بسهولة انه ينتزعها من تحت ايد محمد الجولاني. بس محمد الجولاني مش مجرد قائد متطرف كده وخلاص، لا هو اذكى من كده بكتير، فقدر انه يقدم جبهة النصرة للسوريين على انه الخيار الطيب المعتدل الجميل بالنسبة لهم. فكان دايما رافع شعارات محاربة النظام السوري وجيش بشار، وكان محافظ على صورته بانه بيحاول يبين دايما رفضه الشديد لاي تدخل اجنبي في سوريا، وده لاي جهة كانت سواء امريكا او تركيا او ايران. وكان على طول هو الجندي الوفي المخلص لتنظيم القاعدة، محافظ على ولائه لقائد التنظيم ايمن الظواهري، لحد ما بتيجي سنة 2016 ويعلن محمد الجولاني رسميا انفصاله عن تنظيم القاعدة، وغير اسم التنظيم بتاعه من جبهة النصرة لجبهة فتح الشام. وبعدها بسنة يعني في سنة 2017 بيعلن الجولاني تحالفه مع عدد من التنظيمات المسلحة عشان يكون جبهة أكبر تحت اسم هيئة تحرير الشام. الخطوة دي بقى كانت محط أنظار الكل وأثارت عدد كبير جدا من التساؤلات. هل هو عمل كده عشان يتخلص من السمعة المتطرفة لتنظيم القاعدة؟ عشان يعني محدش يبصله على إنه إرهابي ويقدر يكسب تعاطف المجتمع الدولي؟ ولا كانت فعلا بداية لعقيدة جديدة هيمشي عليها الجولاني؟ بس الأكيد إن محمد الجولاني من خلال حركته دي قدر انه يثبت رجله كويس قوي ويكون ما يسمى بإمارة إدلب. وبيفاجئنا كلنا محمد الجولاني وبيظهر سنة 2022 أثناء حضوره في حفلة تخريج دفعة من الضباط في الكلية العسكرية اللي هو أنشأها في إمارة إدلب. وفقا للتقارير الروسية فالجولاني 3/4 مصادر دعمه كانت تركيا، فهو يعتبر خط الدفاع الأول بالنسبة لتركيا ضد الأكراد اللي كانوا بيسيطروا على جزء كبير جدا من شرق سوريا، واللي كان حلمهم هو تكوين دولتهم في أجزاء من سوريا والعراق وتركيا. وحسب تقرير طلعت بيه وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك سنة 2019 بيتصاب الجولاني بشظية في راسه نتيجة انفجار في مدينة أدلب، وكانت إصابته شديدة لدرجة إن الجولاني بيدخل في غيبوبة، بس على طول بيتم نقله لمستشفى في مقاطعة هاتاي التركية عشان يتلقى العلاج. وبالفعل بعد ما بيتماثل للشفاء بيرجع على طول لمدينة أدلب ولا من شاف ولا من دري. بس تركيا طبعا نفت كل الكلام ده وكدبته. وفي مقابلة غريبة من نوعها مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث بيظهر الجولاني بشكل غير اللي تعودنا عليه قبل كده خالص، فاتبدلت هيئته من قيادي في تنظيم القاعدة لشخص مهندم كده ولابس بدلة شيك. حتى لغة الحوار بدأت تتغير من لغة واحد جهادي للغة شخص سياسي مدني، وأبدى استعداده للحلول الدبلوماسية والمفاوضات. بس في الحقيقة ده ما غيرش أي حاجة، لأنه بيرجع تاني بسرعة ويلبس بدلته الجهادية العسكرية ويخطط تاني لمعركته ضد جيش بشار الأسد، خاصة بعد ما اتحصرت كل قوات المعارضة في أدلب وخسرت كل الأراضي اللي كانت سيطرت عليها بالفعل بره إدلب. فقعد الجولاني يخطط لضربته القاضية واللي حصلت في شهر نوفمبر 2024 وانتهت زي ما كلنا عارفين بهروب بشار الأسد. بصراحة الوقت اللي اختاره كان وقت مثالي جدا. روسيا ومشغولة في الحرب مع أوكرانيا، حزب الله منهمك مع إسرائيل، وعشان ما يتقالش انه طعن المقاومة في ظهرها فاستنى الوقت اللي كان فيه هدنة بين اسرائيل وحزب الله وفاجئ الكل بانه قدر يسيطر على ريف ادلب وعلى مدينة حلب بالكامل، لدرجة ان كل قوات بشار كانت بتجري قدامه زي الفئران، ومن حلب لحماه ومن حماه لدمشق. محمد الجولاني هو شخصية بيحوطها الغموض والريبة من كل حتة، وبسبب تغيير مواقفه المستمر
قدر انه يكسب عداوات كتير ما بين بقى تنظيم داعش، الولايات المتحدة، الاكراد، النظام السوري، بس في الوقت نفسه قدر انه يحافظ على بقائه وهو متصدر المشهد السياسي في سوريا. وحاليا بيحاول انه يقدم نفسه بصورة جديدة على انه الشخص الوسطي المعتدل البعيد عن التنظيمات الارهابية. يعني مثلا سمح للمواطنين بالاحتفال بحرية، لا ده هو كمان اللي دعا المواطنين لكده، وكمان بعت تطمينات للاقليات المسيحية والشيعية في سوريا. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل هيبقى الجولاني ظاهرة عابرة في تاريخ سوريا ولا هينجح فعلا انه يغير التاريخ؟ استنونا في حلقات جديدة هتبقى قوية جدا، وما تنسوش اللايك، الشير، الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم، كنت معاكم ميدو جبريل.